مرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. إليكم عنوان هذا الفيديو: صفاء حبيركو تطمئن متابعيها بعد خضوعها لعملية التجميل. أثارت الفنانة المغربية صفاء حبيركو قلق متابعيها بشأن وضعها الصحي بعد تواصلها برسائل من قبل أصدقائها يدعون لها بالشفاء العاجل. وكشفت صفاء في مقطع فيديو عن تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها بصحة جيدة ولا تعاني من مرض. كل ما في الأمر أنها خضعت لعملية تجميلية. وأوضحت حبيركو أنها خضعت لعملية شد البطن، وصرحت: من بعد ما ولدت كرشي كانت ما كتعجبنيش، وفي اللباس ما تقدرش تلبس اللي بغيتي. يذكر أنه أعلنت الفنانة صفاء حبيركو عن قرارها إلغاء سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيها. وأوضحت حبيركو في مقطع فيديو أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار يعود إلى التزاماتها العائلية، حيث لم تجد من يعتني بأطفالها أثناء غيابها. وأشارت حبيركو إلى أن والدتها التي عادة ما تتولى هذه المهمة لن تتمكن من ذلك بسبب انشغالها برعاية والدها. وأضافت صفاء أنها تأمل أن تتمكن من زيارة مكة المكرمة وأداء العمرة في وقت لاحق عندما تكون الظروف مناسبة. وتفاعل متابعو الفنانة صفاء حبيركو مع الفيديو بتعليقات مشجعة، مشيدين باهتمامها بأسرتها وداعيين لها بأن تحقق أمنيتها في القريب العاجل.